يعني ايه احب مش عدوي؟ منطقية حتى. يعني ايوه، يعني انا بالعافيه عارف احب قريبي. انه يسوع ما كانش جاي يقدم شويه وصايا اخلاقيه، انت مين عدوك، يزعزع اساسات انا مقدسة في باين حياتي، حاجة بالظبط، مقدسة. حاجه مقدسه جدا. سمعنا في أمثال يسوع عن إزاي نحب قريبنا، وعرفنا مين هو قريبنا، بس يسوع قرر إنه ياخد ليفل أعلى كمان ويقول لنا إزاي نحب أعدائنا. يمكن ده يبان كلام مش عملي، يمكن يبان كلام صعب، بس تعالوا نشوف مع بعض وإحنا بنتكلم إزاي نخلي ده عملي، إزاي نختبره بجد، وإزاي نعيشه. مساء الخير يا ماريا. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ أنا كويس، أنا كله كويس. كويس. ماريا، ممكن تبتدي كده تعرفينا بنفسك؟ ماشي، انا اسمي ماريا عادل، أوكي. عندي 36 سنه، بشتغل بروجكت مانجر. الحقيقة وأنا في طريق قرايتي كده في البايبل، عديت على مثل السامري الصالح وقال له انه تحب قريبك كنفسك، وحسيت انه اتس اوكي، يعني احب قريبي، ماشي، ما قريبي يعني هحبه اكيد، لحد ما حد سأله مين قريبي والموضوع فتح. تمام. بعد كده جت او يعني جيت اقرا في الموعظة على الجبل وقال احبوا اعدائكم، بس ما قالش مين هو مين هو عدوي، عدو؟ يعني هو قال لي مين قريبي صح. بس ما قاليش مين عدوي. صح. فرأيك مين هو عدوي؟ طيب، بص يا كريم، انا نفسي بس قبل ما نبتدي نكون بنقول يعني ديسكليمر كده، او نفسي اقول فكره مهمه قوي تساعدنا واحنا بنفكر في مشاهد الموعظه على الجبل، أوكي. وايه اللي يسوع كان بيقدمه في الموعظه دي. لانه زي ما انت بتقول، احنا يعني لما نبص على اللي بيقوله يسوع في الموعظه، حاجه زي حب عدوي، دي حاجه تعجيزيه جدا. يعني ايه احب مش عدوي؟ منطقية حتى. يعني ايوه، يعني انا بالعافيه عارف احب قريبي، صح. انا بالعافيه عارف احب اخويا، وكتير قوي بفشل في المحبه دي. انت كمان طالب مني ان احب عدوي؟ كأن اللي يسوع بيعمله هنا ايه، او دايما كان تلاقي يسوع بيعمل ايه، بيشقلب المفاهيم، بيغير المفاهيم خالص. يعني لو كان الشعب اليهودي الوصيه بتقول له ايه، حب إلهك وحب قريبك، هو بقى يسوع جاي يقول ايه، لا تعالى هاخدك بقى حته اعمق، تعالى اقولك بقى يعني ايه تحب اي انسان حتى لو الانسان ده عدوك. أوكي. فاهم قصدي؟ فعشان كده واحنا بنبص على الموعظه على الجبل، مهم قوي ان احنا نكون بنشوف انه يسوع ما كانش جاي يقدم شويه وصايا اخلاقيه علشان يخلي الانسان اخلاقه احسن. يعني ده ما كانش هدف يسوع. اللي يسوع كان بيعمله هنا ايه، انه كان بيشاور على نوع حياه مختلفه، أوكي. على نوع شخصيه مختلفه. وفي رأيي إن إحنا عمرنا ما هنعرف يبقى عندنا نوع الحياة دي أو نوع الشخصية دي من غير ما يبقى عندنا علاقة حية فعلا معاه، نقدر نستمد منه نوع الحياة ونوع الشخصية اللي تخليني فعلا أحب عدوي. اللي هو علاقة مع الشخص اللي كان كده فعلا. بالظبط كده. طيب أنت كنت بتسأل إيه مين هو عدوي؟ بالظبط. سؤال كويس. بس أنا رأيي إن إحنا ممكن نفكر في السؤال ده بطريقتين مختلفين. يعني إيه؟ ممكن نفكر فيه بشكل موضوعي جدا، إنه إحنا كأبناء الله عدونا الأساسي هو مين؟ هو إبليس. بالظبط. واي حد بيعمل او بيشترك في مملكه ابليس هيبقى بالتالي هو عدوي، صح؟ أوكي. بغض النظر، انا هنا مش بتكلم عن المفروض اكون بحب عدوي او ما بحبوش، انا بتكلم على مين مكانه ايه في المطلق. يعني، مكانه بيعمل ايه ايه؟ بالظبط. هو ده عدوي. فممكن اي حد يكون بيأذيني بطريقه ما، بيسبب لي ضرر، بيتعدى على انسانيتي، على حدودي، على حقوقي، غالبا بشوف الشخص ده عدوي. بس الفكرة التانية اللي نفسي نكون بنفكر فيها، إنه كتير بقى ناس قريبين مننا ممكن نحطهم في إطار العداوة وإحنا مش واخدين بالنا، يعني وإحنا مش واعيين لده بشكل واعي. يعني إيه؟ فاهميني أكتر. يعني أنا ممكن أبقى مختلفة مع حد قريب مني جدا، ممكن يبقى حد صاحبي، أو ممكن يبقى أخويا أو أختي أو جوزي أو مراتي. بس بسبب الخلاف ده أنا ابتدى يبقى جوايا نوع من مشاعر الضغينة أو الانتقام، حتى لو بمستوى بسيط جدا. يعني عارف، هقولك مثال، عارف لما حد يوجعك قوي فتقول إيه، تبقى جواك مشاعر أنا نفسي يشعر بنفس الوجع اللي وجعهولي. أول لما يبقى عندك المشاعر دي، اقفش نفسك إن أنت حطيت الشخص ده في إطار العداوة. بالظبط. حتى لو الشخص ده في صلة قرابة، أو حتى لو الشخص ده المفروض إن أنت يبقى من أقرب الناس ليك أو من أكتر الناس اللي أنت بتحبهم. أوكي. واي ثينك الفكره دي هتكون بتساعدنا كتير قوي ان احنا نفهم يعني ايه عدوي. لانه انا لو سالتك يا كريم النهارده
انت مين عدوك. انت ممكن يبقى اول رد فعل بالنسبه لك ايه ده، يعني انا ماليش اعداء. بالظبط. انا اصغر من كده بكتير. بالظبط، يعني لازم يكون حد سبب لي اذى كبير عشان اقول قوي ان هو عدو. علشان يبقى عدوي. بس اللي يسوع كان بيشاور عليه لما بيقول يعني حب عدوك، ما كانش بيشاور على نوع الأذية اللي بالشكل ده بس، لا هو كان عايز يشمل حاجات أكتر بكتير. زي ما كنت بقولك، الشخص اللي ابتدي يبقى فيه خلاف ما بيني وبينه، ويبتدي نتيجة للخلاف دي يتكون مشاعر من الضغينة أو مشاعر إن أنا نفسي إن هو يحس بنفس الأذى، هو ده عدوي. وتعريف العدو ما بقاش حد برايا انا بعرفه انه عدوي، لكن مشاعري هي اللي خلت الشخص ده يبقى بالنسبه لي عدو. مش بس مشاعري، يعني خليني اقولها بطريقه تانية، انا حاطه الشخص ده فين، فاهم أوكي. قصدي؟ وغالبا ده بيبقى ناتج عن نوع خلاف معين. الخلاف ده بيتطور لدرجه ان انا خلاص في اللحظه دي او في الموقف ده، ممكن يكون على حسب الموقف، يعني مش لازم تبقى حاله عامه، في الموقف ده الشخص ده اصبح عدوي. وكأن قصدك انه اللي بيخليني احط الشخص في مكان عدو خلاف او اختلاف. بالظبط كده، بالظبط كده. بس ممكن يعني لدرجة ايه بقى؟ يعني حاسس انه لو انا مثلا بحب المانجا وحد تاني ما بيحبهاش، فحس عادي. لا انت ازاي ما بتحبش المانجا؟ بالظبط. او براحتك. بالظبط. فلحد فين ممكن اختلاف الاختلاف ده يخليني يوصلنا للعداوه. بالظبط حلو كده. قوي. هقولك يا كريم، لغاية لما يبقى الاختلاف ده يبتدي يمس حاجة مهمة قوي بالنسبة لي. حاجة زي ايه؟ حاجة زي كرامتي، أبسط الحاجات. حاجة زي صورتي قدام الناس، صورتي أوكي. قدام نفسي. وممكن يمس حاجة أكبر من كده، زي ايه؟ زي قيمتي، زي هويتي. يعني هقولك مثال بسيط. ممكن 2 يبقى فيه خلاف ما بينهم لدرجة العداوة بسبب ان هم كل واحد فيهم بيشجع فريق معين. ليه الناس أوكي. دي ممكن توصل ان يبقى في عداوة ما بينهم؟ لانه اصبح تشجيعهم للفريق ده بيمس ايه؟ بيمس هويتهم. هويتهم، بيمس حاجة هم بياخدوا منها القيمة بتاعتهم. فهي دي المشكلة. اول لما الحاجة تبتدي تمس حاجة غالية قوي عندي، ببتدي احس انه لا، ما تقرب، كانه الشخص ده بقى مصدر تهديد ليا، مصدر خطر. أوكي. بيمس حاجه، بيزعزع اساسات مقدسة في باني حياتي، حاجة بالظبط، مقدسة. حاجه مقدسه جدا انا باني عليها. ما تقربش من الحته دي، ما تقربش من هويتي، ما تقربش من قيمتي، ما تقربش من صورتي قدام الناس. يعني وكتير هتلاقي انه احنا في اوقات كتيره بتلاقي رد فعلنا مبالغ جدا لما يحصل اختلاف او خلاف بشكل معين، صح؟ أوكي، ليه؟ صح. لانه بيبقى في assumption ورا الخلاف ده، ان لا انت قربت من حته عندي مش المفروض تقرب منها. وكأن المشكلة مش مشكلة الخلاف نفسه، على قد ما أفكاري وأفكارك عن عن الحاجه دي. الخلاف نفسه. بالظبط. كاني لو انا في علاقه مصالحه معاك، كأن ده بيقول ايه؟ انا مغلوب، يعني أوكي. انا مش انا المنتصر هنا، انت الاقوى مني. كأن ده بيوصل لي مشاعر ضعف. لو انا متصالح معاك واحنا مختلفين حوالين الحاجه دي، لا، يبقى انت كده في مشكله، انت كده بتزعزع حاجه مهمه قوي عندي. والمفروض ان انا اللي معايا الحق وانت مش معاك الحق. في حتة يسوع كان بيقول إنه من لطمك على خدك الأيمن أحاول له الآخر أيضا. وأنا حاسس بقى إنه كده يعني الموضوع ما بقاش بقى عداوة، لا ده بقى فيه يعني عداوة وتطويل إيدين يعني ايوه. يعني حتى لحد فين أوقف عدوي، لحد فين أسمح له يأذيني، لأنه حاسس إنه أحاول له الآخر أيضا، معناه إنه بقول له اضربني كمان. اتفضل اضرب يعني. أيوة. انت خد ده أيوة. عشان ما التاني ما يزعلش. دي بقى فكرة غلط تماما يا كريم، بالذات عن الآية دي. يعني عمرنا ما كنا بنشوف في تعليم يسوع انه بيقول لنا ايه؟ اللي بيأذيك خليه يكمل أذية. ودي فكرة غلط عن مفهوم المحبة عامة. يعني محبتي للآخر أو لعدوي مش معناها ان انا بقول له كمل أذية ليا. وده حاجة جميلة قوي بقى بنشوفها في حياة الرب يسوع، ايه؟ البالانس او الموازنة ما بين التمسك بالحق بس النعمة معاها، بالعدالة بس المحبة في نفس الوقت. ونقدر نشوف ده في مشهدين يعني من أجمل المشاهد. مشهد يسوع على الصليب لما قال إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. قمة القوة. يعني صح. لو حد شايف إن ده ضعف، لا بالعكس، ده الإكستريم التاني تماما، ده قمة القوة. إنه حد يقدر يقول لحد بيأذيه عايز المغفرة ليهم وقادر يعمل كده. بس المشهد التاني اللي أنا بحبه قوي في مشهد المحاكمة، لما عبد رئيس الكهنة ضربه، قال له إيه؟ ما سكتش، قال له إيه؟ أنت بتضربني ليه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط. لو أنا عملت حاجة غلط، قول إيه الغلط اللي أنا عملته
صح. ولو ما عملتش حاجه غلط يبقى انت بتضربني ليه؟ اعرف اللي انت عملته يعني. بالظبط. وهنا يسوع بقى كان بيدافع عن ايه يا كريم؟ ما كانش بيدافع عن كرامته الشخصيه، يسوع كان بيدافع عن الحق، كان بيثور من اجل الحق. وهو ده مفهوم بقى المحبه اللي يسوع بيقدمه لنا، انه انت تمسك بالمحبه بس تتمسك بالحق والعداله في نفس الوقت. فرجوعا للايه اللي احنا بنتكلم فيها، من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، من واحده من التفسيرات اللي انا سمعتها لتيموثي كالر، واحد من اللاهوتيين الكبار قوي، كان لذيذ قوي. هو بيشرح معنى الايه دي، بيقول ايه؟ انه رد الفعل الطبيعي لاي بني ادم لو حد جه ضربه، عنده حاجه من الاتنين: يا هيضربه، يعني انت جيت ضربتني فانا اروح ضربك، هردها لك أكيد. بالظبط هردها لك، او هبقى مستسلم هسيبك تكمل ضرب. ولو كان معنى الآية إنه اللي يسوع بيقولوا إنه الاستسلام، إن أنا أخليك تكمل ضرب، ما كانش هيقول إيه حول له الآخر، كان يقول له سيب خدك الأيمن يكمل ضرب فيه. بس يسوع كأنه كان بيشاور على حاجة مختلفة خالص نعملها هنا. كأنه بيقول إيه؟ إنه ما يبقاش محور اللي بيحركك، الحاجة اللي بتحركك هي كرامتك، ما تبقاش حاجة اللي بتحركك هي حقك انت الشخصي. كل الحاجات دي مهمة بس ما يكونش ده اللي بيحركك، لأنه غالبا لو ده اللي بيحركك هتبقى بتتجه مثلا ناحية الانتقام، صح، ان انا احاول استردها زي ما اتاخدت مني. زي ما اتاخدت مني. بس اللي كان يسوع بيقوله ايه؟ ان انت محتاج تحب الانسان ده وتوقف الشر ده. يعني ايه؟ يعني لو حد اذاك، انت اسهل حاجه تعملها ان انت تاذيه، فيروح اذيك فتروح تاذيه، وكاننا دخلنا لوب بقى. بالظبط في دايره بتخلص. مش عارفين نخرج منها. فيسوع بيقول ايه؟ انه ابناء الله المفروض يكونوا بيوقفوا الشر ده، انه اللي ضربك انت. يعني برضو انا ما نفسيش ناخدها بالمعنى الحرفي، هو كان يسوع بيشاور على حاجه اعمق، بيشاور على انه انت من جواك تبقى عندك قدره على المحبه والغفران والتسامح، بس في نفس الوقت لازم تكون بتتمسك بالحق وبالعداله. مش من اجل مصلحتك انت الشخصيه، بس من اجل انه ده الحق، وانت كابن لله لازم تتمسك بالحق. وكأنه يعني المحبة تحولت من اني بستسلم او محبة سلبية لمحبة ايجابية. انا بقف بالظبط واقول كده. انه انا بحبك، انا قادر اغفر لك، بس في نفس الوقت رافض انا مش اللي انت قابل ده. عملته. بالظبط كده. ودي اعظم اشكال المحبه، بالذات مع الشخص اللي بيأذيني او الشخص اللي بيضرني. انه انا قادر احبك، انا قادر اكون بغفر لك، انا مش بتمنى لك الاذى، بس ده مش معناه على فكرة برضو انه انا لازم يبقى عندي مشاعر ايجابية مع الشخص ده. يعني مش معناه انه لازم ابقى، يعني لو شخص فرشات بقى اذاني، من ناحية الشخص. يعني لو شخص اذاني جدا، يعني مش لازم يبقى فيه كمان نوع الثقة اللي ما بيني وبينه وما بين اي حد قريب مني. يعني بتختلف طبعا على حسب نوع العلاقة. فعشان كده مثلا لو انا شخص مثلا اتحرش بيا، هل من المحبة ان انا اقول لا انا الشخص ده هسيبه واسيبه بعد كده ان هو يكون بيأذي ناس تانية بعد كده؟ لا اعتقد دي مش محبة اصلا. دي مش محبة بالظبط. ده عكس مفهوم المحبة. لكن عارف ايه مفهوم المحبة هنا، او ايه فعل المحبة اللي انا المفروض اكون بعمله؟ اسعى ان الشخص ده يتغير. او ابلغ عنه. صح. وجزء من ان تغييره ان انا ابلغ عنه. ان انا ابلغ. صح. بالظبط كده. فنفسي نكون ان احنا واخدين بالنا في الفكرة دي. احنا كتير لما بنفكر في فكرة المحبة بنبص عليها كمشاعر، لكن دايما الرب يسوع كان بيشاور على المحبة على حاجة أعمق من كده بكتير. محبة عملية بقى. مش مجرد مشاعر. بالظبط. هو فعل إرادي واعي أنا بعمله حتى لو مشاعري عكس ده. اوكي. حاجة من الحاجات اللي انتي قلتيها يا ماريا وخبطتني واحنا بنتكلم، انه اوقات العداوة ممكن تبقى مشاعر جوايا ناحية شخص قريب مني، اخويا او حد قريب قوي، واشارك بحاجة حتى حاصلة من قريب مش من بعيد قوي. يعني انه حصلت مشكلة ما بيني وبين الشخص، بين شخص قريب مني قوي، وانا وقفت لنفسي وقلت انا ما استاهلش ان يحصل فيا كده، وكنت يعني استحق او اعمل بشكل احسن. وهو من ناحيته حس انه انا توقعت منك ما تعملش ده، او تعمل حاجه مختلفه غير اللي انت عملته. اوكي. وفضلنا احنا الاثنين يعني ايام أوكي. ما بنتكلمش خالص، ما بنتواصلش، قاطعين مع بعض خالص، رغم ان احنا قريبين قوي. لان كل حد فينا باصص انه انت عادتني، انت اذيتني، او انت اذيتني وحطيت سببت لي نفسك ألم في مكان العدو بالنسبه لي. أوكي.
وكأننا حطينا حواجز ما بيننا وبين بعض. و في ليلة يعني حد اتواصل معايا وقال لي انه الشخص ده متضايق قوي وانت اقرب حد ينفع تتحرك له ومن فضلك حاول تعمل كده. وقررت انه خلاص انا هتناسى اللي حصل دلوقتي، هركنه على جنب واروح اتكلم مع الشخص. والحقيقة لما اتكلمت مع الشخص لقيته كان بيعدي بضغط رهيب جدا. خلى اللي انا عملته حتى لو كان بالنسبه لي ما كانش مستاهل اللي حصل فيا وجعه قوي. اوكي. لانه انا الشخص اللي كان ممكن يسنده وفجاه انا خذلته، اختفيت. بس وقتها حسيت انه العداوه اللي انا شخصيا حطيتها للشخص ده انا كنت سبب فيها بجزء ما بشكل او باخر. وانه التواصل الكويس الناضج خاصه بقى مع الناس القريبين، يعني الناس اللي احتكاكاتي بيهم كتيره بيسهل وبيقطع اشواط كتير قوي في حته العداوه دي. وكانه انا مش بس بحط نفسي مكانك، انا اوقات بقرر انه احول الخد الاخر واجي اتكلم معاك. اوكي. وكانه انا مش ناسي الضربه اللي على الخد التاني، بس انا شايف ان في خطوه اكتر من كده ممكن تتعمل. صح. وصراحه اللي انت حكيتيه حسيته خبط قوي مع الموضوع ده، وحسيتني قد ايه انه احنا لينا دور ودورنا طبعا. مؤثر، والكلام مش كلام وخلاص. حقيقي. وان الموعظه على الجبل حتى لو هاي ستاندردز صح. ابليكابل طبعا. وفروتفول، يعني ابليكابل وفروتفول. اكيد طبعا. ونفسي يعني ازود عن اللي انت بتقوله يا كريم حاجه، انه كتير احنا بنبقى متخيلين ان احنا ممكن نعملها بدراعنا، بس صح. يعني دايما اللي رب يسوع كان بيقولوا انتوا مش هتعرفوا تعملوها لوحدكم. عشان كده كنت في الاول خالص كنت بقول ايه، ان احنا علشان نعرف نعيش نوع الحياه دي ونعرف نحب بشكل المحبه دي عمرنا ما هنعرف نعمل كده كل لما نستمد القوه دي والنعمه دي منه. هو اللي هيعرف يخلينا نعمل كده. والفكره التانية اللي ممكن تكون بتساعدنا دايما وساعدتني انا شخصيا في فكره يعني ايه احب عدوي لما حد يبقى واجعني قوي او اذيني قوي، انه ببساطه هو الله بيحبه. اي شخص مخلوق على صوره الله. صح. فالشخص ده يحمل قدسيه الله، في قداسه من قداسه الله. فمجرد الفكره دي بس تبقى في دماغنا، اعتقد ان هي هتكون بتساعدنا كتير قوي ان احنا نبص على الاشخاص اللي مختلفين معاهم بشكل مختلف مهما كان الاختلاف ده عامل ايه. وهيبقى بتجيب جوانا مشاعر او بتخلينا نتمنى انه الاشخاص دي فعلا تبقى جزء من ملكوت الله. صح. وكأني بدور ازاي اتلامس مع الله اللي جوه الشخص ده، جوه كل شخص، مش مع الشخص اللي انا شايفه من بره. بالظبط كده. حقيقي الكلام تقيل دسم، يعني مش تقيل صعب. ايوه. تقيل دسم وزي ما فتح جوايا حاجات اعتقد انه واتمنى انه يكون فتح حاجات جوه الناس. امين. ووصل انه يعني حد يكون بيسمع البودكاست ده يكون بيتحرك ناحية حد حط جواه مشاعر سلبية او عداوة او تقيلة، ونختبر مع بعض بجد كجسد المحبة العملية اللي بجد. حقيقي. امين يا كريم. امين يا موري. بسطت قوي معاكي، وانا جدا شكرا للوقت اللذيذ ده، واتمنى اشوفك تاني. امين. شكرا.